السلام عليكم. لمبة التراكشن، اللمبة العفريت، اللمبة اللي بتخوف كل الناس. تعالوا مع بعض كده بسرعة نعرف اللمبة ديت فكرتها ايه وبتنور ليه ووظيفتها ايه في العربية. وعشان نعرف الحكاية ديت تعالوا نضرب مثل سريع. في 3 شباب ماشيين مع بعض، طالعين مع بعض مشوار. واحد ماشي قدام والاتنين اللي وراه مربوطين ال3 مع بعض بجنزير او بحبل. الشاب الاولاني ده كنترول الموتور، والشابين اللي ورا كنترول الاي بي اس وكنترول الفتيس. ال3 كل واحد منهم له وظيفه. كنترول الموتور بتاع الموتور اللي بيدي القوه وبيمشي العربيه. كنترول الفتيس اللي مسؤول عن السرعات بتزيد، السرعات بتقل، كل ما السرعه تزيد نقلات الغيار بتتنقل، سرعه الموتور بتقل، الغيارات بتقل زي ما احنا عارفين. كنترول الاي بي اس المسؤول عن الاتزان ومسؤول عن قوه الفرمله او اداء الفرمله بالميكانيزم بتاعه، ان هو بيذبذب حركة الفرملة عشان العجلة ما تتزحلقش او ما تكلبش. ودي الفكرة السريعة من فكرة كنترول الاي بي اس. فزي ما قلنا هم ال3 مربوطين مع بعض بجنزير او بسلسلة عشان ال3 مع بعض لهم وظيفة ان هم يحافظوا على اتزان العربية ويحافظوا عليها لا قدر الله من الحوادث او من الزحلقة او ان العربية تلف مع مية او رمل او الكلام ده. كل ده بيتم ازاي؟ عن طريق كنترول الاي بي اس وحساسات الاي بي اس. العجله اللي بتتزحلق بتلف اكتر، بتدي كنترول الاي بي اس ان في مشكله هنا، في رمل هنا او في طين هنا، يقوم ساعتها يفهم ان في مشكله في العربيه، في مشكله في الاتزان. فبيعمل ايه؟ عن طريق الكامباس او السلسله اللي اتكلمنا عليها بيدي بيانات لكنترول الموتور ان العربيه ماشيها مش مظبوط. يعمل ايه الموتور؟ يخفض الار بي ام، يقفل زاويه البوابه، يقلل سرعه فتح الرشاشات، بيعمل أداء إن هو يخفض القوة اللي جاية من الموتور عشان العربية تهدى. يعني ساعات لا قدر الله لو العربية لفت أو اتزحلقت لا قدر الله ممكن الموتور يبطل، البوابة بتقفل. ده حالة طوارئ، في مشكلة، العربية ماشيها مش مظبوط، العربية بتتزحلق أو العربية لفت على رمل أو طين، ففي مشكلة، يروح مبطل الموتور. طيب الفتيس بقى دوره إيه؟ كنترول الفتيس كمان بيفهم إن في مشكلة من الموتور. لما بيحصل انخفاض في أداء الموتور الفتيس بسرعة بيخفض الغيارات بتاعته، بيقلل القوة اللي في العربية، بيقلل عزم العربية لدرجة إنها تقف خالص، ممكن تقف خالص لا قدر الله لو لفت على رملة أو لفت على مية. فالمنظومة ديت بكنترولاتها وحساساتها ومشغلاتها لما تحصل فيها أي مشكلة بتنور اللمبة ديت عشان تنبهك إن في حاجة غلط. يبقى قصة التزحلق مش مشكلة بس في حساسات الاي بي اس أو كنترول الاي بي اس، لا، ممكن مشكلة مثلا في أجزاء الموتور، ممكن مشكلة في الرشاشات، ممكن مشكلة في البوجيهات، ممكن مشكلة في الموبينة، ممكن مشكلة في الكابلات، ممكن مشكلة في حساس الكرنك، ممكن مشكلة في حساس الكامة. أي أجزاء من أجزاء الحريق تحصل فيها مشكلة يبقى في مشكلة في الموتور، هتنور معاك اللمبة دي. حتى لو أجزاء الاي بي اس ومفيش تزحلق حاصل هتنور برضو معاك اللمبة دي، لأنها هي كلها منظومة واحدة. ومشكلة في حساسات الاي بي اس تحصل المشكلة دي برضو. لو في مشكلة في الفرامل أو حساس الفرامل أو نقص زيت الفرامل يبقى أداء الاي بي اس مش هيبقى مظبوط. وطبعا بقصد بحساس الفرامل الحساس اللي بيبقى على غطا قربة زيت الفرامل، اللي هو بيبقى فيه الفيشة بتاعت مستوى زيت الفرامل، فهتأثر برضو معاك. فلما اللمبة دي تنور لازم تفحص كل الحاجات ديت، أي أجزاء من أجزاء الحريق أو أي أجزاء من أجزاء الاي بي اس. فلما تنور معاك لازم تكشف جهاز وتعرف كود العطل اللي طالع وتدرسه، لأن هم كلهم منظومة واحدة. هم ال3 رجالة طالعين مشوار مربوطين مع بعض، وظيفتهم إن هم يمشوك ويأمنوك ويوقفوك لو حصلت مشكلة لعربيتك لا قدر الله. وده كان شرح سريع ومبسط للمبة التراكشن ومنظومة التراكشن بتحصل ليه، ولو حصل فيها أي عطل تعمل إيه وتكشف على إيه، وأول حاجة تفكر فيها إيه هي. بتمنى الفيديو يعجبك وتكون استفدت، ولو حسيت ان انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لنا اشتراك للقناة، وربنا يستر طريقنا جميعا، وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.